الموجز الإخباري مشاهدينا أهلا بكم. بداية بالتعاون الإفريقي استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال أمس الاثنين بأبيجون من قبل الوزير الأول لجمهورية كوت ديفوار روبير بويغري مامبي، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذا البلد بحسب بيان الوزارة. وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال أكد عجال أن هذا اللقاء سمح باستعراض آفاق التعاون والشراكة الثنائيين في المجال الطاقوي، لا سيما إسهام الجزائر في تطوير البنى التحتية للمنشآت الكهربائية في كوت ديفوار. وشكلت المحادثات بين الجانبين يضيف الوزير فرصة لبحث استقبال بعثات إيفوارية للتدريب في المدارس والمعاهد التابعة لسونالغاز، كما تم أيضا دراسة جدوى إقامة الشركة بين الجزائر وكوت ديفوار لصناعة العتاد والمعدات الكهربائية والغازية في كوت ديفوار وفق ما أفاد به الوزير. ولقد أبلغته تحيات أخي معالي الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وخلال هذا اللقاء تطرقنا مع السيد الوزير الأول لعدة مواضيع ذات اهتمام مشترك، وقد اتفقنا في هذا اللقاء على تطوير البنى التحتية للمنشآت الكهربائية للبلد الشقيق كوت ديفوار، إضافة إلى إرسال بعثات للتدريب في مدارس سونالغاز